سافرت ليبيا، قعدت 4 سنين ونص، اتمسكت حبست 10 ايام. 10 ايام كان ضرب وميه مالحه وفردة خبز واحده بس على اليوم كله، فانا جسمي معلم من الضرب. نزلت البلد قعدت لي بتاع 5 شهور وجيت جاي تاني، قعدت لي سنه. جيت شغال في ورشه جو تمام، لقيت مقرب وجيت طالع معاه، دفعت الله 130,000. قعدت معاه 22 يوم بالظبط وجيت طالع 4 ايام في البحر، واحنا جايين نركب الميه كانوا بيضربونا ويجروا بينا ويبهدلونا. وخامس يوم وصلنا والحمد لله. جيت هنا قعدت 5 شهور. 5 شهور عقبال ما عملت الورق، ومن ساعه ما عملت الورق شغال مش قاعد الحمد لله وربنا كرمني. لقيت الشغل ده ازاي؟ كتبت على الخريطه ومشيت على صحبات ورش، كنت بلف وبتعب وبلف على شغل يا اللي اعمل معاك بروفا اشوف شغلك. معاه بروفا عجبته، عمل لي كونترات مفتوح الحمد لله. شغال احسن من الواحد يقعد في السكن ويستلف من ده ويستلف من ده. الحمد لله احنا مش حابين القعده، احنا جايين نشتغل، مش جايين نضيع ايام. اليوم علينا بحساب، وجانا ميعاد المحكمه ولسه ما ردوش عليا ويرد عليا قريب. والحمد لله نشكر ربنا، جينا وربنا كرمنا حققنا احلامنا. حاليا بدعبس على بنت الحلال واخطب باذن الله. ايطاليا كده ساعدتك انك تعرف تحقق احلامك؟ الحمد لله ايطاليا حلوه مش وحشه، يعني اللي بيجي يبقى حاط في نيته ان هو يشتغل هيشتغل وربنا يكرمه. اللي جاي حاط نيته الوساخه والشرب ده مش هينجح، ده يترحب.